الترجي يلاقي الأهلي. أما المرة هذه فما عقلية جديدة داخل الفريق. باتريس بوميل معروف بحاجة واحدة: الانضباط قبل الاستعراض. ما يحبش فريقه يجري برك، يحب يتمركز صحيح، يضغط صحيح ويضرب في اللحظة اللي توجع. طريقة لعبه غالبا 4-3-3 ولا 4-2-3-1، يعني وسط ميدان يخدم برشا على الافتكاك والأطراف سريعة. تجي الفرصة ما ترحمش. باش تربح الأهلي ما يكفيش الحماس. أولا قتل المساحات بين الخطوط. الأهلي أخطر ما عنده اللعب بين الوسط والدفاع. شنو هو الحل؟ خطوط قريبة برشا، 25-30 متر بالكثير بين أول وآخر لاعب. أي فراغ يساوي خطر. ثانيا الضغط الذكي مش الضغط العشوائي. مش كل كرة تتلعب عليها باندفاع. الضغط يكون موجه على الأطراف، يجبر الأهلي يلعب كرة طويلة، وهنا يبان دور الدفاع في افتكاك الكرات الثانية. ثالثا التحولات السريعة. وقت تفتك الكرة ما تنساش أول تمريرة قدام، استغلال المساحات وراء الظهيرين. الأهلي كي يطلع خلي بلايص تنجم تضرب منه. رابعا كرة الثابت. ماتشات كيما هكا تتحسم بتفصيلة صغيرة، ركنية، مخالفة جانبية، تركيز 100%. ترجي إذا يلعب برتم عالي طول المباراة باش يتعب. هذا تنظيم ضد خبرة، وتفصيلة صغيرة نجم تكتب التاريخ. هنا وصلنا لآخر فيديو. كان عجبك تنساش تدعمنا بلايك وابوني باش يوصلك آخر جديد.